حاجات معينة أهمها إنه يلم الأرباح بتاعة المركز مش أكتر من كده. وبيسافر علي العاطفي لهولندا عشان يتفسح. المهم وهو هناك ما تعرفش كان مصطبح بقى ولا متنيل على عينه شارب ايه، وراح اخد بعضه وطالع على سفارة اسرائيل. السلام عليكم يا جدعان، انا عايز اشتغل جاسوس وش كده، بدون اي مقدمات اونلاين. طبعا ترحيب عظيم في السفارة بسبب حالة التوتر اللي كانت بين مصر واسرائيل وقتها، وقالوا له يلا بينا اجهز وهنكلمك. فعلا كلموه بتوع الموساد في امستردام، وبدأ الشغل تحت ايد ضابط اسمه إيلي بيرجمان. في البداية طلبوا منه شوية معلومات بسيطة، والباشا طبعا جابها بالكربون زي ما طلبوها. بعدها استدعوه على امستردام عشان يبدأوا تدريبه بشكل أكبر. هيدربوه على اختراق القطاع الطبي والأكاديمي في مصر، وبدأوا تدريبه على اتصالات اللاسلكي والحبر السري والحاجات بتاعت الجاسوسية دي كلها. غير انه اخذ منهم كاميرا صغيره جدا لتصوير اي مستندات مطلوبه. علي العاطفي طلب من الموساد شهاده دكتوراه من المعهد اللي سافر له في امريكا وفشل فيه، وكان طلبه طبعا مجاب اكيد بمنتهى البساطه. الموساد دايما ماشي مبدا مفيش حاجه ببلاش، ولما علي العاطفي طلب منهم الطلب ده، إيلي برجمان ضابط المتابعه بتاعه جات له فكره من وجهه نظره هتنفعهم جدا. جابوا له الشهاده بتاريخ قديم وقت ما كان بيدرس هناك، جابوا له عروسه في امستردام وجوزوها له وتكفلوا بكل المصاريف للجوازه. سبب الجوازه كان تامين علي العاطفي نفسه بشكل مباشر عشان محدش يساله بيجي كتير ليه على هولندا. إيلي برجمان الضابط بتاع المتابعه بتاعه قال له ان السادات دايما بيحتاج حد بتاع علاج طبيعي وتدليك في جهازه الطبي، فليه ما يكونش الراجل بتاعنا هو يكون اللي عايزه السادات. بتمشي خطتهم زي الكتاب ما قال، ولحسن حظهم بيتفتح اول معهد علاج طبيعي مستقل في مصر، وبعلاقاته قدر علي العاطفي يكون اول عميد للمعهد ده، وبدات الجرايد والمجلات تكتب عنه لحد ما لقى رتبه من رئاسه الجمهوريه جايه له، بيتبلغ مدير مكتبه ان الرئيس السادات عايز يقابله. بيروح وبيقابل الرئيس وبيجتاز المقابله فعلا، وبيكون على راس الفريق الطبي الخاص بالسادات. والاحتفالات طبعا بتبقى في اعلى مستوياتها عند إيلي برجمان وجهاز الموساد بتاعهم. الراجل بتاعنا بقى عايش مع السادات، يعني لو طلبت في مره اننا نغتاله هنغتاله عادي جدا. كميه صلاحيات مكتسبه اخدها علي العاطفي بعد ما دخل الرئاسه. مفيش تفتيشات في اي سفريه، قاعه كبار الزوار في مطار القاهره بتتفتح له. في نفس الوقت فلوس زي الرز بتتبعت له من الموساد بسبب كم التفاصيل اللي بقى بيبلغهم بيها وهو مع الرئيس في اوقات كتير جوه القصر الرئاسي. بيتحرك بحريه تامه بكل حبره السري وكاميراته وجهازه اللاسلكي اللي في شنطته. بقى الفرخه اللي بتبيض لهم بيض ذهب، وبقى شخص مهم جدا بالنسبه لهم. بس عشان ربنا مش على مزاج حد، تكتشف المخابرات المصريه ان في حاجه غلط، في كم تسريب لمعلومات مهمه بتخرج والموساد بيعرفها. كم معلومات ما يخرجش غير من بيت رئيس الجمهوريه. الملف بيوصل هنا للسيد نديم او محمد نسيم، ضابط المخابرات المحنك، واللي بيبدا يحط خطه ويبدا يعمل خط مراقبه اللي كان مشتبه فيهم، منهم علي العاطفي. نديم قلب الأسد حط علي العاطفي مشتبه أول بسبب سفره المتكرر لهولندا، بغض النظر إنه متجوز هناك. وراح وراه فعلا في سفرية من سفرياته وراقبه بشكل شخصي، ولقى بيروح على سفارة إسرائيل بدون أي تمويه أو خطة للتخفي. كده الشك بدأ يزيد عند نسيم.